كده يا عم، مش انت عملت العمليه وبعدت عني؟ مش عايز اعرفك، انت مش اخويا ولا اعرفك اصلا. يا جدعان اهدوا، انا جاي اصالحكم على بعض يا مجدي. بقول لك ايه، انا مش هتصالح على الشخص ده، عارفه ليه؟ عشان خاطر ده كان نص التاني وغفلني وراح عامل العمليه من ورايا، كان المفروض يسالني. يا ابني افهم، كان لازم اعمل العمليه، كنت عايز اتجوز عشان اشوف مستقبلي. هو ليه ما فكرت ازيك انا كنت عايز اتجوز برضه؟ مين هيبص لك بالسواد اللي جوه قلبك ده؟ شمس هتتجوزني. شمس ازاي هتتجوزك؟ دي وعدتني ان هي هتتجوزني انا. ولا تخصني انا. هتمسك فيها عشان خاطر واحده يا اخويا؟ خليها لك. مجدي ميرا ايه يا شمس؟ انا وقعت في مصيبه. في ايه؟ انا اتسحبت على 2 وطلعوا اخوات. طب وانت بتحبهم الاثنين؟ لا انا بحب واحد اسمه مجدي، بس اخوه عصام راح قال له ان انا بحبه. خلاص يبقى انت لازم تصلحي علاقتك بمجدي، وكمان تخليهم الاثنين يتصالحوا. ماشي. مساء الخير. مساء النور. الحاجه اللي انت طلبتيها ايه؟ شكرا لك كتير. العفو.